اقلب مبكبكتك الجميله تيجي كده على بق واحد. واو. النهارده يا جماعه وانا بقلب على اليوتيوب ما لقيتش حد عامل مقارنه مبكبكه نهائي، فقلت ليه ما نجيبش واحد اتنين تلاتة، ليه ما نجيبش مبكبكه من المطاعم ونجربها ونشوف مين فيهم هيطلع احلى؟ يعني بجد والله ليه ما حدش فكر يعمل كده؟ على طول احنا ايه، الناس كلها بتقعد تقلد بعض، بتعمل حاجات روتينيه، بتعمل حاجات اتعملت. طب ما تيجي بقى نعمل احنا الحاجات اللي ما اتعملتش، فاهمين؟ فاحنا دلوقتي جبنا 3 مبكبكه او 3 مبكبكات من 3 اماكن مختلفه، ونشوف مين فيهم هيطلع احلى بالنسبه بقى للسعر، بالنسبه للكواليتي، بالنسبه لسرعه التوصيل، بالنسبه لجوده اللحمه اللي مستخدمينها فيها. ال3 مبكبكه لحمه ضاني دي يعتبر اغلى مبكبكه عند التلاتة مبكبكه دول يا جماعه، يعني اسعارهم معديه يعني اسعارهم داخله في ال 2000 جنيه عشان بس تبقوا ايه، تبقوا عارفين. فتعالوا نبدا اول حاجه باقل مبكبكه سعر لحد اعلى مبكبكه سعر. في مبكبكه عندك هنا جايه في قد كده، جايه في حله قد كده او في صينيه. عندك مبكبكه هنا جايه في علبه كرتون اللي هي العلبه السلوفان دي. عندك مبكبكه هنا جايه في طبق عادي، والثلاثه يا جدعان يعتبر اسعارهم قريبه قوي من بعض. اسعار بقى هذه المبكبكات بتبدا بقى معاكم يا جدعان من اول 475 جنيه، عندك ده كمان 495 جنيه، عندك ده بقى 517 جنيه. اقل باكجنج فيهم، اقل سلطات وحاجات بتطلع فيهم، اقل حاجه حرفيا في اغلى واحد. تعالوا نبدا بسرعه. ده يعتبر اقل مكان وارخص مكان، جاي في شنطة عادية جدا مش مطبوعة كمان. تاني مكان بقى، وحرفيا انا حاسس ان انا داخل في لمة في زيطة في الموضوع. انت مش مجرد ان انت طالب صينية وخلاص، لا ده في قصة كبيرة هنا. ده ب 495 جنيه، انا شايفه الصراحة ده اكبر قيمة مقابل سعر. ابو 575 بس. شكرا. بس حرفيا انت خد الطبق وشكرا، يعني كويس ان هم مطلعين كفر معاه. تعالوا نبدا بقى اول حاجه، وهو المكان ابو 475 جنيه. هقول لكم بقى في الاخر ايه احسن مطبخه في الثلاثه، واللي هيطلع احسن واحد فيهم هقول لكم على اسمه. يلا بينا بسرعه. بسم الله. صراحه كنت امل ان هي تبقى في صينيه. بسم الله. واو. حاسس المكرونه ما فيهاش صلصه كتير، مش متسبكه قوي، حاسس المكرونه كبيره. متعود انا على المبكبكه اللي هي بتبقى المكرونه فيها صغيره، بس كميه اللحم فيها كتير الصراحه. مستغرب الخضار اللي فيها ده، انا اول مره اكل مبكبكه كده في حياتي. بص بص بس كميه اللحمه اللي فيها محترمه، اللحم بالعظم بتاعها. بص فيها، لا كميه لحمه حلوه جدا. بس انا الصراحه بعشق المبكبكه اللي هي تحسها صايصه قوي في الصلصه دي. لا لا، دي بصراحه بتبقى مبكبكه مالهاش حل. بصوا بقى احنا هنقلبها لان هي ما جاتش في صينيه، احنا هناخدها في صينيه. اقلب مبكبكتك الجميلة. بس نفرد بقى المبكبكة. وشكلها عامل ازاي؟ شكلها خطير. بسم الله. مش دي المبكبكة اللي انا متعود عليها، لا لا مش هي خالص. مكرونه بصلصه. هي دي كده مكرونة بصلصة بخضار. بص بقى تعالى على اللحمة، اللحمة دايبة قوي. بص واخد حتة لحمة كده، بص شكلها عامل ازاي. اللحمه دايبه بس كانت عايزه تتسبك اكتر من كده الصراحه. دي بالنسبه لي مش مبكبكه، دي بالنسبه لي مكرونه بالصلصه والخضار. واللحمه الصراحه تتبيلتها كانت عايزه تبقى اقوى من كده. لا 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 الصراحه اكلت مبكبكه احلى من دي بكتير. بص بص الحته دي، يا اللحمه دايبه قوي. بص بص بقى تمسك تيجي كده على بق واحد. يلا بينا على تاني مكان بسرعه. من 475 ل 495 فرق بسيط، فتعالوا نشوف الفرق ايه. افتح كده. اوه. ده بس المكان ده بقى جايبها في صينيه، فاهمين انتوا؟ اوه اوبا. شكلها متبهدله، ايه دي هتبهدلنا للصبح. نفتح كده. ايه ده؟ تاني واحده نفتحها اهو، هي المفروض في كام سلوفانه. حاسس ان دي هتبقى الاخيره. اوه يا خرابي. المبكبكه الصراحه كميتها حلوه قوي، تعملوا فيها شير كلكم. تعالوا ندوق المبكبكه. هي الصراحه مش مبكبكه احلامي، انا بحب المبكبكه اللي قلت لكم بتبقى اغلى انا في الصلصه، مش دي برضه. بسم الله. مكرونه معجنه قوي الصراحه، مش دي المبكبكه اللي انا بحبها. عنده اللحمه، بص هي كميه اللحمه الصراحه كتير، فيها قطع لحمه كتير قوي. بس هي مشكله معايا اللحمه اللي فيها مندي برضو، مش دي برضو المبكبكه. بص اللحمه دايبه ازاي. بص تمسك دي. واو. الصراحه مش دي المبكبكه اللي انا متعود عليها. المكرونه فيها شاربه الصلصه صراحه تسبيكتها مش احسن حاجه، تحسها كلها معجنه في بعض. اللحمه معموله الصراحه مش دي اللحمه برضه اللي انا بفضلها مع المبكبكه. شكلنا كده لازم نعلى بالسعر عشان ناخد الحاجه اللي احنا عايزينها. يلا بينا سريعا كده على المكان اللي بعده. يلا بينا على المبكبكه ام 575 جنيه. تعالوا نفتح بسرعه. باين عليها متبهدله بس متغلفه كويس. يا خرابي. هوبا. دي تتفتح ازاي؟ هتبهدل الدنيا دي لو فتحناها. عشان مش جاي في حله نحطه احنا في حله. يا
اخر املي في المطبقه دي، ويا رب بقى تطلع اللي في دماغي. بص هي باين عليها ان هي شاربه الصلصه قوي، تحس لونها قالب على اصفر كده شويه. بسم الله. مش عارف، المكرونه معجنه قوي بس بطعم البهارات ده اول مره ادوقه. المكرونه معجنه قوي دايبه قوي، تسبيكه الصلصه تحسها واخده نعناع. تعال نجرب اللحمه. بص بقى كميه اللحمه اللي جايه معاها، هي جايه معاها حوالي قطعتين مثلا، قطعه كده وتاني قطعه كده، وبنها دايبه قوي. تعمل كده تنزل كل قطعه اللحمه. اوه بص 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 بص، تقطع بقى اللحمه ندوق. انا عايز ادوق اللحمه دي. اللحمه الصراحه تحسها اللحمه غريبه، مش عارف الصراحه، ما عجبتنيش خالص. التلات اماكن الصراحه مش احسن تلات اماكن ممكن تجيبوا منهم مبكبكه. يعني انا لا، انا اكلت مبكبكه احلى من دي بكتير الصراحه. مش هقدر ارشح لكم حد من التلاته دول خالص، لان مش دي المبكبكه اللي انا ممكن ارشحها لكم نهائي. يعني الصراحه التجربه في العموم الصراحه مش احسن مبكبكه انا جربتها. كده بقى مضطرين نعمل حلقه تانية عن المبكبكه ونشوف مين هيطلع احسن مبكبكه، لان الصراحه التجربه مش احسن حاجه. طبعا بقى مش هينفع اقول اي اسم مكان خالص عشان برده ما ضروش، ممكن حاجه تبقى حلوه بس طلعت المره دي وحشه، فاهمين؟ فمش هقدر اظلم حد خالص. وبس كده يا جماعه، كان معاكم جو ناصر، سلام.